حضرتك مهم جدا فعلا. سرطان الثدي ياتي على راس السرطانات اللي بتكون مرتبطه بعمليه الوراثه. يليه المبيض، الرحم، القولون، البروستاتا. المجموعه دي بتكون عمليه الوراثه عاليه جدا فيها. برضو بشكر حضرتك على سؤال دلالات الأورام، ودي مادة بتفرز من الورم بتساعدنا في التشخيص. يأتي على رأسها المبيض، البنكرياس. لكن للأسف احنا عندنا في سرطان المريء والمعدة ما اقدرش اقول ان في دور كبير لدلالات الأورام. يمكن في المعدة في نوع من دلالات الأورام CA، بس ده برضو بيكون مش ذات فعالية، عشان كده انا ما ذكرتوش. نسبة الوراثة هنا أقل، بمعنى ان انا لو عندي حد او اتنين مصاب في الاسره بتكون نسبتي اعلى نسبيا. لكن انا بقول لو في، لكن مش شرط. فخلينا نتاكد بس بالظبط. يعني ده يخليني ان انا، وبرضه ما هو مش كل اللي بيدخن، يعني ناس كتير قوي بتدخن، واخده بال حضرتك، ناس كتير قوي بتاخد كحوليات، بس دول اللي هم يقولوا احنا نعمل منظار. تمام. يعني واخده بال، يعني بيكون عمليه الوراثه، هو خلينا اكون امين مع حضرتك، احنا ما وصلناش لسبب رئيسي لسرطان المريء والمعده، فدي كلها نظريات. وجدنا ان لو حد عنده حد مصاب في العائله، وهنا ملهاش علاقه بين الام او الاب، زي ما حضرتك قلتي في الثدي، ودي اكتشفنا ان ليها جينات معينه، BRCA1 وBRCA2، وبتم دراسه الجينات، وبنقدر نقول انجيليا جولي كانت عارفه انها تصاب وبالتالي استأصلت الثديين. لكن ما اقدرش اقول عمليه الوراثه هنا بتكون بتزيد المعدل، بس بنسبه اقل مقارنه بالاورام بانواع اخرى من السرطانات. طيب احنا معانا